مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم معانا وحلقه جديده وسيدتي. النهارده سيدتي معانا فقرات كتير جدا هتعجبكم ان شاء الله كلها، بس اهم حاجه انكم تركزوا معانا وتتابعونا، محدش يقوم خالص. هنتكلم الاول طبعا كالعاده عن الصحافه، ومعانا شويه اخبار ان شاء الله هتعجبكم. موضوع فقرتنا النهارده نحو حياه افضل، هنتكلم على الفيسبوك. انا عارفه انه اتكلمنا هرينا الموضوع قتل بحثا زي ما بيقولوا، بس النهارده هنتكلم فيه بشكل مختلف، انه ازاي الامهات تشوف مخاطر وعيوب الفيسبوك. المهم ان هو حاجه زي ما احنا بنقول في يعني مفيد جدا، بس كمان في اضرار كتيره. سيدتي رجعنا لك مرة تانية، ودلوقتي بنتكلم على موضوع مهم جدا. كل مواضيعنا طبعا مهمة، بس الموضوع ده تحديدا لأنه انتشر بشكل كبير. الفيسبوك بندخل وبندخل معلومات رهيبة، قد يكون بعضها خطر جدا علينا احنا شخصيا، وممكن تكون حصلت مشاكل بسببه كتير جدا، وقد يكون البعض بالعكس مفيد وفي تبادل معلومات. والحقيقه الواحد لما بيدخل على السايتات بره اتفاجئت ان في كم تبادل للمعلومات رهيب رائع. ممكن يتعمل مسابقات كبيرة جدا على الفيسبوك، ممكن يتعمل رأي رهيب بيكون بيغير اتجاه حتى سياسي. في حاجات كتير بتحصل قوي كتير على الفيسبوك، ولا انت ايه رايك؟ هو اختراع. طبعا. زي التلاجة انت بالذات حبيبة الفيسبوك يعني. زي التكييف وزي الحاجات المهمة في حياتنا دي. لا هو اختراع هايل، لا شك في ذلك يعني. بجد الناس لقت بعض، يعني لو هيقول بيبعد الناس على بعض، انا شايف انه قرب ناس كتير جدا من بعض. ناس لقت بعض من ايام ما كانت في الحضانه، ياه هو انت ما اعرفش ايه، والناس اللي كانت في الجامعه، والناس اللي ده فصل عامل جروب لنفسه على الفيسبوك. الحقيقه هو ليه طبعا مميزات كتيره جدا، ويمكن من 11 سبتمبر 2006 بقى اي يعني شخص بدايه من ال 13 سنه يقدر يعمل فيسبوك، وفعلا قرب الناس كتيره جدا من بعضها. لان لو هنقول ان هو بعد الناس عن بعضها وخلى الناس كل واحد يقول ما فيش بقى العلاقات الاجتماعيه والكلام ده، انا شايفه ان ده حاصل من قبل كده عن طريق زي يعني بلاي ستيشن والانترنت من ساعه ما بدأ، وهو عامل المشكله دي. الفيسبوك انا شايفه ان هو بالعكس حسن شويه الموضوع، لانه بجد قرب الناس من بعض كتير جدا. بس طبعا ده شيء طبيعي انه يكون لاي حاجه منتشره قوي كده ليها مخاطر. لازم نخلي بالنا كويس قوي. ويمكن النهارده هنتكلم عن كتاب من الكتب المهمه قوي اسمه حقيقه الفيسبوك، عدو ام صديق. ده من الكتب المهمه جدا عن الفيسبوك، بيبين لنا مش فوائد الفيسبوك لان يمكن كلنا عارفينها، بيبين لنا ايه مخاطره وايه الضمانات اللي احنا لازم ناخدها. ما نعتمدش بس على البرايفت سيتنج اللي عندنا، ومش عارف مين ما يشوفنيش ومين ما يشوفش الالبوم ده ومين مش عارف ايه. لا يعني في حاجات اهم من كده كتير. من ساعه ما بقول لنفسي انا هعمل اكونت على الفيسبوك، في حاجات ما بناخدش بالنا منها خالص. يمكن الكتاب ده هيبين لنا يا ريم. اكيد، وبرده هنركز على المخاطر، هنركز على الفوائد، لان عدد كبير مش عارف هو ممكن يستفيد ازاي من الفيسبوك او يستغله مظبوط بقى بحيث مصلحته ومصلحه ولاده. كمان اهم حاجه الام والاب اللي بيشوفونا دلوقتي لازم تكونوا على درايه كويس قوي. فالكتاب ده اول كتاب يتعمل باللغه العربيه، تقروه كويس قوي يا جماعه علشان تعرفوا ولادكم بيعملوا ايه. احنا معانا ضيف اللي الحقيقه اللي هو دكتور مختار، هو اللي عمل الكتاب ده او هو اللي كتب الكتاب ده، فهنساله بالتفصيل بقى عن المخاطر والعيوب. دكتور جمال مختار طبعا هيكون معانا النهارده، بس بعد التقرير ونرجع تاني. الفيسبوك زي اي حاجه من الحاجات الموجوده على الكمبيوتر فيها ايجابيات وفيها سلبيات. الاول نقول الايجابيات اللي ممكن الواحد يستفاد بيها، انها بتحسن ان العلاقات ما بين الناس تبقى موجوده اكتر، يبقى في فرصه للتواصل ما بين الناس. انما التواصل ده بيكون تواصل عن طريق فقط الانترنت، ما بيبقاش عن طريق التواصل العاطفي. بيفيد كتير قوي الفيسبوك في بعض الناس اللي بيعانوا من اللي احنا بنسميه الرهاب او الخجل الاجتماعي. في بعض الناس عندهم عدم القدرة مواجهة الناس والحديث مع الناس والتعامل مع الناس، بيجي لهم أعراض قلق وتوتر شديدة جدا. فهنا مفيش مواجهة مباشرة مع الناس، وبيبقى سهل عليهم عن طريق الكمبيوتر ان هم يكتبوا رأيهم، يحطوا صور، يقولوا تعليقات على أي حاجة، يشاركوا ناس في أحاديث، في مواقف معينة، يهنوا ناس، أعياد ميلاد وما إلى ذلك. نيجي نبص على الجانب السلبي. الجانب السلبي ان الواحد بيبقى قاعد قدام الكمبيوتر، تعاملاته كلها فقط مع الكمبيوتر مش مع اي حاجة تانية. والانسان بطبيعته المفروض ان هو انسان او كائن اجتماعي. عدم وجود الشق الاجتماعي بيأثر على الحالة النفسية، لان كل الابحاث دلوقتي ثبتت ان فيها النسيج الاجتماعي اللي موجود ما بين الاسرة، النسيج الاجتماعي اللي موجود ما بين الاصدقاء،
هو الحماية ضد حدوث بعض أمراض زي الاكتئاب وزي القلق. الحاجة التانية ان النسيج الاجتماعي هو ده اللي بيدي جودة الحياة. معرفتي بالفيسبوك كان عن طريق اصدقاء ليا كانوا بيحبوا، لقيتهم انترستنج جدا في حاجة اسمها فيسبوك، فحب الفضول ابتدى ياخدني ان انا عايز اعرف ايه الحاجة اللي هم شغالين فيها او ان هم حابين يشتغلوا عليها، او ايه الحاجة اللي اسمها نتورك اللي اسمها فيسبوك. فابتديت اعمل اكونت ليا على الفيسبوك، لقيت فيه حاجات حلوة، لقيت ان هي ممكن ان انا اقدر اعرف من خلاله الناس اللي انا كنا بقالهم فتره ما اعرفش اي حاجه عنهم، صحابي كانوا معايا في المدرسه، كانوا معايا في الجامعه، ايه اخر اخبارهم، ايه اخر تطورات في حياتهم اللي حصلت لهم. الفيسبوك اثر تاثير سلبي شويه على العلاقه الزوجيه بين الزوجين بسبب مهم جدا، ان هو الزوج بيرجع من البيت بيخش يفتح الفيسبوك، يفضل قاعد يا بيعمل شات مع ناس اصحابه، يا اما بيخش على يعني اصدقاء ويشوف الصور بتاعتهم ويشوف حياتهم ماشيه ازاي، وهم يشوفوا بالتالي هو اهمل الناحيه الاسريه من ناحيه البيت. لو قدرنا ان احنا نوازن ما بين استخدام الفيسبوك او الانترنت عامه مع نشاطات خارج البيت زي نشاطات رياضيه، نشاطات ثقافيه حتى عن طريق اخر غير الانترنت، التعامل في الاختلاط الاجتماعي، التعامل في الاختلاط الاسري، ده هيحمي الناس من حدوث امراض او اضطرابات نفسيه في المستقبل. مشاهدينا هنبتدي حوارنا دلوقتي مع دكتور جمال مختار، خبير الشبكات الاجتماعيه، عن الفيسبوك، واذا كان الفيسبوك ده عدو ولا صديق. وده يمكن اسم الكتاب اللي دكتور جمال عامله، حقيقه الفيسبوك عدو ام صديق. هو ده الكتاب. فعلا مهم جدا الفيسبوك دلوقتي لدرجه ان احنا مهم جدا نقرا عنه ويتعمل له كتب. دكتور جمال برحب بحضرتك معانا، ونقدر نقول ايه، عدو ولا صديق؟ اكتشفت ايه بعد ما كتبت الكتاب ده؟ اهلا بيكم. الاول احنا يعني حسب قلت لك، حسب ما ما بنتعامل معاه، حسب ما هنعتبره عدو او صديق. لو تعاملنا معاه كانه الاستخدام الامن والحميد ليه، هيبقى احسن صديق معانا الكتروني. لو ما خدناش بالنا للاخطار ولا الحاجات اللي بتحصل من وراه ولا الجرائم الالكترونيه اللي ممكن ترتكب من خلاله، هيبقى عدو سيء جدا للي بيستعمله. في بعض الاحيان بيبقى في شويه تناقض عندنا احنا كعرب، انه منين انا عندي عاداتنا وتقاليدنا ما بتسمحش ان الناس تبقى عارفه المعلومات عني، ومنين انا على الفيسبوك كل معلوماتي الناس كلها تقدر تعرفها. هل ده اللي خلى حضرتك تكتب الكتاب ده او تفكر في الفكره انك توضح للناس المخاطر بتاعته والمزايا بتاعته؟ يعني راي الكاتب في الموضوع في الفيسبوك بشكل عام، لان انا عارفه ان حضرتك مش كاتب معلومات كتير عنه، حضرتك كاتب معلومات كتير عنه ازاي استخدمه، وكاتب في النهايه رايك، فتقول لنا رأيك. هو احنا دايما كان عندنا مشكله في الخصوصيه بتاعه المعلومات بالنسبه للجنس الاخر، الجنس اللطيف يعني، فكانش حد عنده دايما نمره التليفون او عارف يتواصل معاك، ودي كانت مشكله عبر العصور. لما الانترنت ظهر والماسنجر والحاجات الشبكات الاجتماعيه، بقى الموضوع سهل جدا انك تعرفي على بنت، وسهل جدا انها تديكي مش لازم تليفونها، بس الاول الايميل بتاعها والعنوان الماسنجر بتاعها وعلى العنوان بتاع الفيسبوك، وابتديتي تتواصلي معاها. من هذا التواصل حصلت المشاكل، فحصل مشاكل كتير. او في بنات ما كانوش بنات، كانوا بينتحلوا شخصيات بنات تانية ويضحكوا على الاولاد ويطلب منه فلوس، يطلب منه فلوس لكروت شحن. ابتدى نوع من الجرائم الالكترونيه تطلع، فابتدينا احنا نحس ان في واجب اجتماعي ان احنا لازم نبصر الناس، الاهالي بالاخص والشباب بعد كده، بخطوره التعامل مع الشبكات الاجتماعيه، التعامل الغير الامن. فده كان فكره الكتاب، ان احنا طلعنا حاجه يعني كواجب اجتماعي لينا احنا نبصر الناس بالمشاكل الخطيره اللي ممكن تحدث من التعامل مع الشبكات الاجتماعيه. لكن برضه ليه فوائد، يعني احنا برضه خلينا قبل ما ندخل ونتوغل في موضوع المخاطر لانها كتيره فعلا، يمكن من ساعه ما ظهر في الانترنت عموما وفي مخاطر. نتكلم على الفوائد الاول، لان الفيسبوك ليه فوائد كتيره جدا برضه لازم لا نغفلها، لان انا من اشد المعجبين الحقيقه من الفيسبوك.